السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بعد الجدل الكبير الذي رافق تعيين طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكاميرون برسم ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم، المباراة التي ستجرى هذا اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. كيف ما قلنا كان واحد الجدل كبير، واحد ضجة كبيرة بدأت بالاحتجاج الرسمي والمراسلة الرسمية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاتحاد الإفريقي، وتستفسره عن سبب التأخر في تعيين حكم المباراة. ومن الجهة الأخرى أيضا الاتحاد الكاميروني في شخص رئيسه صامويل إيتو هو الآخر احتج وطالب بعدم تعيين حكم من شمال إفريقيا لهذه المباراة، خصوصا بعد ما راجت في الأوساط الرياضية تعيين الحكم المصري عمر أمين كحكم رئيسي للمباراة. أخيرا الاتحاد الإفريقي أصدر طاقم تحكيم هذه المباراة، اللي طبعا غيكون الحكم الرئيسي هو الموريتاني دحان بيدا، وغيساعدوه حكمي الشرط من أنغولا. فيما يخص طاقم الفار فغيكون الحكم الرئيسي هو دانييل لاريا من غانا، وغيساعدو كمساعد أول هيثم قراط من تونس، وبابكار صار من موريتانيا غيكون كحكم مساعد ثاني لطاقم الفار. إذن هذا فيما يخص طاقم تحكيم المباراة. فيما يخص التشكيلة اللي ممكن نتوقعوها لهاد المباراة، ف ممكن المنتخب الوطني يلعب بتشكيلة بالنهج ديالو العادي اللي تعرف في المباريات السابقة. ممكن مثلا يعتمد على التشكيلة اللي كتبان أمامكم، اللي طبعا كتكون من بونو وأكرد وماسينا وحكيمي ومزراوي في الدفاع، وفي الهجوم ممكن يكون العناوي، وأمامه بلال الخنوس واسماعيل الصباري، وفي الهجوم ممكن يكون الثلاثي ابراهيم دياز والزلزولي، وايضا في قلب الهجوم ايوب الكعبي، اللي هي تشكيله لا تختلف عن التشكيله اللي بدا بها المباراة السابقة في ثمن النهائي امام منتخب طنزانيا. وممكن كيف ما قال في الندوة الصحفية وليد الركراكي، في ظل غياب أمرابط وغياب أناحي في وسط الميدان، كيف ما قال ممكن يلعب بثلاثة ديال المدافعين في قلب دفاع، اللي هما نايف أكرد وآدم ماسينا ومزراوي، ويكون أيضا في وسط الميدان يكون العناوي وتيرغالين، وكظهيرين ممكن يكون أنس صلاح الدين وأشرف حكيمي في الجهة اليمنى. وفي قلب الهجوم ممكن يعتمد على الثلاثي إبراهيم دياز وعز الدين أو الزلزولي، وفي قلب الهجوم يعتمد على الكعبي. إذا كل التوقعات ممكنة لهذه التشكيلة. وكيف ما قلنا وليد الركراكي صرح أنه ممكن يلعب بثلاثة ديال المدافعين، وهذه أقرب للواقع وللمنطق والظروف وصعوبة المباراة. ممكن يلعب بمزراوي ونايف أكرد وآدم مسينا كثلاثي في قلب الدفاع، ويكون أمامهم كيف ما قلنا العناوي وأسامة تيرغالين، وأيضا كمدافعين حكيمي وأنس صلاح الدين، وكيف ما قلنا في قلب الهجوم أيوب الكعبي، وفي الجناح الأيمن إبراهيم دياز، والجناح الأيسر عز الدين الزلزولي. إذا هذه كتبقى فقط مجرد توقعات، وعموما نتمنى الجماهير المغربية تساند المنتخب الوطني وتدعموا في هذه المقابلة وتساندوا
ونتمنى ايضا الوليد الركراكي تكون عنده قراءة جيدة لمجريات اللقاء، وحتى التغييرات اللي غيدير خاص تكون عندها فعالية وتجيب نتيجة وتساهم وتكون في صالح المنتخب الوطني. إذا كل التوفيق للمنتخب الوطني في هذه المباراة، ونتمنى أن يتأهل إلى المربع الذهبي.